ناس كتير بتشوف إن الشريك بياخد وقت طويل في تجهيزه، بيحسوا إن الموضوع صعب. أنا في الفيديو ده عملت معاكم بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة قوي، وكلها إن شاء الله موجودة في البيت. امشي على نفس الخطوات والنتيجة أنا هضمنها لك. هيطلع معاكي هش وأسفنجي وأحلى كتير من اللي بنجيبه من بره. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف بسرعة الجمال ده اتعمل ازاي. أول حاجة هنحتاج نص كيلو من الدقيق نزلت عليه برشة ملح، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، 3 معالق كبار من اللبن البودر، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، 3 معالق كبار من السكر اللي هي معالق الأكل بملاهم للآخر معلقة هرمية، ما يعادل تلت كوباية. بقلب المكونات الجافة كويس جدا، وبعد كده نزلت عليهم بمعلقة كبيرة من الخل وبيضة وقلبت تاني. وبعد كده معايا مية دافية للعجن، بنزل بالمية شوية بشوية وبعجن لحد ما الدقيق يختفي تماما والعجينة بس تلم معايا بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ده. اول ما العجينه لمت معايا بس انا ما عجنتهاش، نزلت عليها بنص كوبايه من الزبده كنت مخرجاها واخده درجه حراره المطبخ، وبدات اعجن تاني كويس جدا. هلاقي العجينه فكت معايا عادي، انا بعجنها حوالي من 10 ل 12 دقيقه لحد ما العجينه بقت ناعمه معايا تماما. انا دلوقتي بعد ما عجنتها كويس بعد 10 دقايق انا حسيت ان العجينه ناعمه معايا قوي، يعني ما سابتش البوله. نزلت عليها بشويه دقيق كمان وعجنت تاني كويس جدا لحد ما العجينه بقت مطاطيه وناعمه وطريه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وسابت البوله تماما. العجينه بتكون طريه وناعمه ومطاطيه وبتلزق سنه، يعني سابت البوله بس بتلزق في ايدي سنه. غطيتها وسبتها تخمر من ساعه لساعه ونص وبقت معايا بالشكل ده. دلوقتي بدأت أفرد العجينة على شكل رول، وبدأت أقطعها قطع بالطول بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو وصلتي معايا لهنا ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناة لو أول مرة بتشوفيني على اليوتيوب، وفولو للبيج لو بتشوفيني على الفيسبوك أو التيك توك. هكمل تقطيع كل الكمية. وبعد كده القطعة الصغيرة كنت باخدها أعملها كرة بالشكل ده. لو قطعة كبيرة شوية كنت بقسمها 2 أو 3. هو حجم الشريك يرجع لكم انتوا، لو حابين تعملوا حجمه كبير او حجم متوسط دي حاجة ترجع لكم، فشكلوا حجم الكورة بالحجم اللي انتوا عايزينه للشريك. انا كده هخلص كل الكمية بنفس الطريقة. بس كده انا كده كنت خلصت كل الكمية. هنبدأ بقى بأول واحدة. انا يا دوب بفردها بس كده، بفردها خالص رفيع بالشكل ده. وبعد كده أبدأ ألفها رول، والرول ده أبدأ أفرده رفيع خالص بالشكل ده. افرده خالص لحد ما يبقى رفيع خالص بالشكل اللي انتوا شايفينه. بعد كده ألف الطرف مرتين وامسك الطرف والف بقية الرول عليه بالشكل ده. الطريقة سهلة قوي مفيهاش اي حاجة. الطرف بقى بلزقه على العجينة او بحطه تحته، يا اما تحت العجينة يا اما بلزقه على العجينة بيلزق على طول. هيبقى معايا بالشكل ده. زي ما قلت لكم لو عايزين حجم الشريك يبقى اكبر اعملي الكرة اكبر من الاول. بدأت احطها في الصينية، بعمل معاكم واحدة كمان بنفس الطريقة. باخد قطعة العجينة وبفردها رفيع خالص، وبعد كده اقفلها رول، وابدأ افرد الرول ده تاني لما يبقى رفيع. بس كده، واخد بقى الطرف بتاعه اقفلها مرتين وامسك الطرف وبقية الرول الف عليه. الموضوع مفيهوش اي حاجة خالص. بس كده، سهلة قوي. هلفها بنفس الطريقة.
انا هنا كنت خلصت كل الكمية، هغطيها واسيبها ترتاح حوالي نص ساعة. وده كده شكله بعد ما ارتاح. شايفين شكله تضاعف ازاي؟ دهنت الشريك بفرشة لبن، كنت مسخنة الفرن على درجة حرارة 200، واحط عليها رشة سكر عادي، سكر حبيبات عادي، برش على الوش كده رشة سكر. هدخله زي ما قلت لكم على درجة حرارة 200 على الشبكة، كنت منزلاها لتحت اول رف من تحت، يا دوب اول ما تحمر لونها من تحت بشغلها الشواية هتاخد اللون الذهبي الحلو ده وتطلع معايا بالجمال ده. اول ما تطلع من الفرن بدهنها فرشة عسل ابيض عادي، او مربى مشمش، لو عندك مربى مشمش او عسل ابيض بتديله لمعة وطعم حلو جدا. انا هنا كنت دهناها عسل، سبته يبرد ونقلته في اطباق. حلو قوي يا جماعة، طعمه رهيب. شايفين شكله؟ شايفين السوا بتاعه؟ هوريكم دلوقتي عن قرب. شايفين شكله عامل ازاي؟ شايفين العسل مديله لمعة حلوة قوي ازاي؟ شايفين السوا بتاعه من تحت مظبوط قوي. تعالوا نشوف بقى شكله كده من جوه، ونشوف قد ايه اسفنجي وقد ايه هش جدا. رهيب يا جماعة، طري قوي، اسفنجي جدا، اظن الشكل باين، حلو قوي قوي يعني. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة. اتمنى وصفتنا تكون عجبتكم وتشاركوها مع كل اللي بتحبوه.